نظام التغذية مهم جدا لمرضى الروماتيزم، وبالذات مرضى الروماتيزم المناعي زي الروماتويد والذئبة الحمراء. في موضة جامدة جدا اليومين دول اسمها الجلوتين فري دايت أو نظام التغذية الخالي من الجلوتين. هنتكلم النهاردة وعلاقته بالروماتويد والذئبة، وهل هو فعلا مفيد ولا مضر. أهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. الجلوتين فري دايت اعتماده الاساسي على ان ماده الجلوتين دي اللي موجوده في معظم الاغذيه بتاعتنا هي بتلخبط الميكروبيوم او بتلخبط التوازن في الامعاء، وبالتالي كل ما اتخلص من الجلوتين يبقى انا بحافظ على مناعتي سليمه. المبدا ده جه منين؟ جه من مجموعه مرضى بيعانوا من حاجه اسمها سيلياك ديزيز. سيلياك ديزيز ده مرضى غير قادرين على هضم الجلوتين، ولما بياخدوا جلوتين بيحصل انه يحصل له تخمر ويكون غاز ثاني اكسيد الكربون اللي ممكن جدا يبقى مضر لكل الجسم، وبالتالي المرضى دول ممنوع انهم ياخدوا جلوتين. لكن زي ما عودتكم انا كلامي دايما بيبقى بناء على الدراسات اللي اتعملت في كل انحاء العالم ومنشوره في المجلات الطبيه. فالمجلات الطبيه والابحاث بتقول ايه؟ ان الجلوتين فري دايت قد يكون مفيد لبعض المرضى بتوع الروماتويد والذئبة اللي بيعانوا من سيلياك ديزيز، وفي ارتباط مباشر ما بين مرضى المناعة وهذا السيلياك ديزيز. وبالتالي النصيحة بتاعتهم بتقول ان احنا اي مريض بيحصل له لما ياخد جلوتين انه يتعب، يبقى في الحالة دي يتوجه لدكتور جهاز هضمي علشان نعمل بعض التحاليل، او يقول له دكتور الروماتيزم بتاعه علشان نعمل بعض التحاليل اللي تثبت او تنفي وجود السيلياك ديزيز. طب ليه يا دكتور حسام ممنعه وخلاص؟ المشكله في منعه ان الغذاء اللي بيبقى خالي من الجلوتين بيفتقد حاجات مهمه جدا محتاجها مريض الروماتيزم او مريض المناعه. اولها مثلا فيتامين دي، تانيها فيتامين بي 12، تالتها عناصر المينرالز المهمه جدا زي الزنك وزي المغنيسيوم، تالتها ان ممكن جدا المريض ما يحصلش على الكميه الكافيه من البروبايوتكس، وكمان ممكن جدا الجلوتين فري دايت ده يبقى فيه سعرات حراريه عاليه جدا تؤدي الى السمنه اللي ممكن تضر المناعه. يعني اعمل ايه يا دكتور حسام؟ اول حاجه لو هجرب الجلوتين فري دايت يبقى اجربه واشوف اذا تعبني يبقى لازم ارجع للغذاء العادي. تاني حاجه لو انا باكل جلوتين وبيحصل لي مشاكل ابلغ دكتور الروماتيزم عشان يعمل لي تحاليل او يبعتني لدكتور جهاز هضمي عشان يستبعد السيلياك ديزيز. تالت حاجه الابحاث بقى بتقول ايه؟ ان غذاء البحر الابيض المتوسط اللي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو فيه اساسه الاسماك والخضار والفاكهه ومنتجات الالبان منزوعه الدسم والهول جرينز اللي هي الحبوب الكامله، هو ده احسن غذاء مناسب لمرضى المناعه، وهو ده اللي نلتزم بيه بس بشروط يكون قليل السعرات ويكون بدون دهون وبدون ملح. الحاجة التانية ان لكل مريض اكلة بتتعبه، اكلة غير مناسبة لجسمه. ممكن الاكلة دي تبقى نوع خضار معين زي الطماطم، ممكن تبقى نوع لحوم معين زي اللحمة الحمراء، ممكن حتى تكون فاكهة معينة بياخدها تتعب، وبالتالي لازم كل مريض يبقى عارف ايه اللي بيتعبه وده خاص بيه هو، ما نقدرش نعممه على كل مرضى المناعة. الخلاصة ما تمشوش ورا كل مضادات التغذية، التزموا بغذاء البحر الابيض المتوسط المتوازن، كل حاجه قللوا الملح والدهون، قللوا السعرات الحراريه، واي مشكله في التغذيه بلغوا بيها الدكتور واسالوا عليها، ودمتم سالمين.